بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم ثالثا نقوم بتوصيل رؤوس المربعين المتناظرين لنحصل على مكعب. برسم مستقيم آخر من النقطة أ موازي لد ج وله الطول نفسه كما يلي. في الخطوة الرابعة من النقطة ب أيضا نقوم برسم مستقيم عمودي على ب ج أو موازي ل ج د وله أيضا الطول نفسه كما يلي. وأخيرا نقوم بوصل النقاط د واو هاء د واو هاء مع بعضها البعض ليتشكل لدينا منشور على سطح مستوي كما يلي. انظر إلى شكل المنشور. أوجهه عبارة عن مستطيلات قاعدتين مثلثتين ومتطابقتين. رسم الأسطوانة الدائرية القائمة على سطح مستوي. طبعا رسم الأسطوانة الدائرية من أسهل الرسومات. نقوم أولا برسم مستطيل طوله يساوي ارتفاع الأسطوانة. طول المستطيل هذا الطول يساوي ارتفاع الأسطوانة، وعرضه عرض المستطيل يساوي قطر القاعدة. ثم نقوم برسم شكل شبه دائري ليس دائري بالكامل ولكن شبه دائري أو بيضاوي على القاعدة العليا وكذلك على القاعدة السفلى ليتكون لدينا أسطوانة كما
في الشكل المجاور. انظر إلى الشكل. هذه أسطوانة دائرية قائمة على سطح مستوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.